يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. اعذروني على صوتي، معلش، واخدة دور لطيف كده. علشان كده هعمل معاكم النهاردة حاجة خفيفة قوي. السبرينكلز اللي هي بتاعت البطاطس المحمرة اللي بنجيبها من بره. مقاديرها: معلقة صغيرة من كل حاجة، فلفل اسود، كمون، بصل باودر، زعتر، توم باودر، بابريكا، كزبرة ناشفة. طبعا الحاجات دي كلها اكيد عندنا في البيت يعني. والله ولو جبته ب5 جنيه بس هتقعد عندكم برضو، لان احنا هناخد معلقة صغيرة هتعمل لنا برطمان حلو جدا. وبعد كده مرقة فورية، كركم، نص معلقة كركم بس، جنزبيل مطحون، كاري نص معلقة برضو، وملح. والتركاية بقى معلقة سكر. بتظبطها جدا، بتظبط الطعم جدا جدا. هنقلبه بقى تقليبا مبرحا. وبعد كده نحطه في البرطمان بتاعنا ونحفظه في التلاجة. يستحسن يا جماعة أي حاجة في الصيف، أي حاجة نحفظها في التلاجة علشان ما تبوظ. الحر طبعا بيبوظ أي حاجة. بصوا بقت لونها عامل ازاي، ومش عايزة اقول لكم بتخلي الطعم رائع. على فكرة انا مش بستخدمها للبطاطس بس، انا بحطها لأي حاجة، بحطها للفشار، بحطها لو عندي بواقي عيش، بعمل السان بايتس، بعمل زي السان بايتس لو عندي عيش فينو في الفريزر ومش هيتاكل، بقطعه سلايس كده، بقطعه شرايح وبحط عليه شوية زيت وبرش عليه من الخلطة دي. مش عايزة اقول لكم بتبقى فظيعة ازاي. هنا بقى انا حمرت طبعا بطاطس عشان ما ينفعش اكون عاملاها كده ومفيش بطاطس. حمرت البطاطس وهحط عليها دلوقتي السبرينكلز. وان شاء الله ان شاء الله في يوم هعمل لكم المايونيز اللي من غير بيض، وهنعمل مع بعض اكيد الكاتشب. بس انا حبيت النهارده اكلها بالسبرينكلز بس. مش عايزه اقول لكم يا جماعه طعمها بيودي البطاطس في حته تانية. طبعا اي برطمان صغير دلوقتي بقى غالي جدا، وهي نفس اللي بيحطوه ده هو اللي احنا عملناه النهارده. اعملوها وهتعجبكم، وحطوها كمان على البيض المسلوق. بتتحط على اي حاجة، مش لازم بطاطس بس ولا فشار بس. اي حاجة يا جماعة اعملوها مع اي حاجة. ومستنية طبعا تعليقاتكم. وما تنسوش يا جماعة الاشتراك واللايك والكومنت، ده بيفرق جدا. هنا بقى هنعمل الكوكتيل، كوكتيل الفواكه الفخفخينة، حاجة كده ترطب بقى يعني واحنا قاعدين. موز كنت حاطاه في الفريزر، موز متلج. هنحط عليه شوية سكر صغيرين، اللي عايز يحط على فكرة عسل نحل عادي، هي مفيش مشكلة يعني. اللي عايز يعمله من غير سكر ولا عسل مفيش اي مشكلة خالص. بس المهم عايزين تعملوا فخفخينة تبقى تقيلة معاكو، اعملوها من غير مية خالص ومن غير لبن ومن غير اي حاجة، وهتتضرب معاكو على فكرة. بصوا دلوقتي احنا هنحطها زي طبقات كده. بصوا تقيل ازاي الموز، بصوا تقيل ازاي. فعلا بتفرق. هتحطوا اي سوائل هتلاقوا العصاير كلها دخلت على بعض. هنا هنحط الفراولة متلجة برضو، بس يعني بسيبها بره تهدى شوية علشان الخلاط طبعا ما يبصش. وبرضو هنضربها ضربا مبرحا. وبعد كده برضو بصوا لما نحطها دلوقتي على الموز، عشان تقيلة وعلشان الموز اصلا تقيل، مش هتنزل لتحت يعني، هتفضل فوق كده ماسكة نفسها. هيبقى ده تقيل وده تقيل يعني. طبقات، هيعمل طبقات زي الفخفخينة بالظبط اللي بره. احنا في الصيف طبعا محتاجين اي عصاير واي مرطبات ترطب علينا وعلى قلبنا في الحر ده. بصوا دلوقتي الفراولة وهي نازلة تقيلة ازاي. بصوا ما نزلتش تحت في الموز لان الموز اصلا تقيل. حقيقي والله يا جماعة جربوها يعجبكم جدا. كل الحاجات دي عندنا طبعا في الفريزر. المانجا بقى برضو نفس الموضوع، شوية سكر شوية عسل اللي انتوا تحبوه.
حطوه مفيش مشكلة. برضو عايزينه من غير حاجة مفيش برضو مشكلة. تمام. وهنضربه ضربا مبرحا. وبعد كده هننزله على الفراولة. وطبعا علشان الفراولة، بصوا بقى هنا الفراولة علشان كانت لما تلجت عملت شوية مية كده، انا بقى علشان افصل بين الفراولة والمانجا قلت خليني برضو في المضمون قطعت تفاح على الفراولة، بحيث ان تبقى في حاجة تقيلة ما تنزلش المانجا لتحت، يعني علشان ابقى ضامنة ان المانجا مش هتنزل على الفراولة. مفيش مشكلة يعني، هي كلها فاكهة، هي في الاول وفي الاخر اسمها فخفخينة كوكتيل. بصوا بقى المانجا دلوقتي، التفاح برضو عمل شغل، آه، ما نزلش لتحت. بصوا 3 طبقات: الموز، الفراولة، المانجا. وهنزوقه بقى هنا بالتفاح. وعيشوا بقى يا جماعة، بيبقى عامل سموزي كده، بيبقى تقيل، تاكلوه بالمعلقة تشربوه، بيبقى فظيع بجد، وحاجة تطري على قلبنا في الجو ده. بصوا بقى، اوعوا اي حاجة ترموها. هنا طبعا بما اني عملت موز سبت القشرة، انا بعملها على وشي بس انا وريتها لكم دلوقتي على ايدي. الموز مليان بوتاسيوم، وطبعا احنا عارفين فايدة اي حاجة في قشرتها. بصوا اعملوها على بشرتكم هتدعولي. اختراع بمعنى الكلمة. جامد يعني، امسحوا بيها جامد، هي اصلا ناعمة جدا، بتطري البشرة بطريقة مش طبيعية، وضوافري. بصوا عملت كل حاجة. وبعد كده هروح اغسل ايدي وهرطبها. هرطب ايدي بكريم مرطب، اي كريم مرطب عندي، مش حاجة معينة. آه، يعني بتخلي الجلد ناعم زي بشرة البيبي كده، ناعمة خالص خالص يعني. فما ترموش اي حاجة من المطبخ يا جماعة، بتعملوها استغلوا اي حاجة. هنا بقى انا عايزة اقول لكم ان انا كنت في قمة انبساطي. الكيك ده والطحينة دي من معجبين يا جماعة عملوها. عايزة اقول لكم انا مبسوطة قوي قوي بوجودكم معايا، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والكومنت. باي باي.